لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تعتمد إلا على الله، وأن تفوض أمرك لله من قبل ومن بعد. كل أمرك اجعله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس كلاما وإنما حقيقة تعيشها. لا تخاف من أحد من البشر مهما بلغت قيمته، ما بلغت مكانته، لا تخاف إلا من الله، لأنك تعلم أن أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك فقط. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.